أوقات كتير ممكن تكون متضايق أو زعلان، وترفع عينك للسما علشان تسرح فيها وتهدي أعصابك، وتيجي عينك على نجمة في السما تسرح في شكلها وجمال لونها. ممكن برضو تسرح في شكل نجمة تانية وتكون قريبة منك، وكمان تمسكها بإيدك وتبهرك ألوانها زي نجمة البحر. أهلا بيكم، إحنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي، ويلا نغوص في أعماق البحر ونعرف كل حاجة عن نجم البحر. بيكون عدد أنواع نجم البحر حوالي 1500 نوع موزعة في محيطات العالم، والمحيط الهادي بالتحديد هو موطن أنواع مختلفة من نجم البحر. بيبلغ عدد الأنواع في نيوزيلندا حوالي 184 نوع. من الممكن إن نجم البحر نشوفه على الشاطئ نتيجة المد والجزر، وبيتواجد بشكل أساسي في الشعاب المرجانية والمستنقعات الطينية وقيعان البحر، وما يقدرش يعيش في المياه العذبة إطلاقاً. وبتكون نجوم البحر البالغة بتحب تعيش في الأماكن العميقة. متوسط عمر نجم البحر حوالي 35 سنة تقريباً. بيتميز بشكله المشابه للنجمة تماماً، وده سبب تسمية نجم البحر بالاسم ده. بيتصنف نجم البحر إنه من الكائنات البحرية الآكلة للحوم، ومن وجباته المفضلة هي بلح البحر والمحار. بتبدأ عملية الأكل عند نجم البحر لحظة الإمساك بالفريسة من خلال الأقدام الأنبوبية الموزعة على الأذرع. بيتحرك نجم البحر باستخدام الأقدام الأنبوبية، وبتكون مكانها تحديداً في الجزء السفلي من جسمه. وبتتكون الأقدام دي من خلايا بتفرز مواد بتساعد نجم البحر على الالتصاق للتحرك على أي سطح. بيكون في القدم الأنبوبية نوعين من الخلايا المفرزة للمواد الكيميائية. الأولى بيختص بعضها بإفراز المواد اللاصقة اللي بتساعد نجم البحر على الالتصاق بالأسطح. التانية بيختص الجزء الآخر بإفراز المواد اللي بتساعده على الانفصال عن الأسطح. بيتكاثر نجم البحر بطريقتين، وهما بيكونوا التكاثر الجنسي. بيكون النوع ده هو الأشهر عند نجم البحر لما بيتم التجمع على شكل مجموعات، وبعد كده بيقوموا بإطلاق خلاياهم الجنسية بالماء علشان تزيد من احتمالية عثور الحيوانات المنوية على البويضات. وبتتسمى الأعضاء الجنسية لنجم البحر بالغدد التناسلية، وهي موجودة في كل دراع. تكاثر لا جنسي. بيمتلك نجم البحر القدرة على تجديد أذرعه المفقودة، وفي أنواع من نجم البحر بتقدر تجدد جسدها بالكامل. جسم نجم البحر بيتكون من 5 أذرع وقرص مركزي خماسي. في بعض الأوقات بينقسم القرص ده إلى جزئين أو أكتر. لما بيتم اتحاد الأذرع مع جزء من القرص بيكون كافي لتجديد باقي أجزاء الجسم، ومن هنا تبدأ حياة نجم بحر جديد. بيتمتع نجم البحر بميزة بتساعده على التخلص من بعض أجزاء جسمه ليعاد تجديدها. بيستخدم نجم البحر الخاصية دي لما بيتعرض لهجمة من أحد الحيوانات المفترسة، فيفصل نجم البحر جزء من جسمه علشان يهرب. والطريقة الدفاعية دي هي السبب وراء بقاء أنواعه بوفرة عبر العصور. نيجي بقى لسؤال مهم، هو نجم البحر سام؟ هرد أقول لك اسمع مني الكلام ده وانت تعرف سام ولا مش سام. بيكون في بعض الأنواع السامة من نجم البحر، وأكتر الأنواع سمية هي تاج الأشواك. بيكون الجلد في الجزء العلوي من جسمها مغطى بصفوف من الأشواك اللي بتحتوي على سموم، وهي وسيلة نجم البحر لحماية نفسه من أي عدو. وبالرغم من سميته فهو مش قاتل للإنسان، بس بيسبب بعض الأضرار زي حرقان شديد في مكان اللسعة، وبيصاب كمان بالضعف العام في الجسم
الصداع المستمر، وفي حالات نادرة جدا من سموم نجم البحر كانت سبب في الإصابة بالشلل. طيب يا ترى في أي منفعة لنجم البحر؟ هرد أقول لك تعال نعرف ونكتشف مع بعض. بيكون نجم البحر بشكله النجمي واللي بيتم العثور عليه في قاع المحيطات وأعماق البحار والمياه الضحلة بيقدم مجموعة من الفوائد التالية. بيحتوي الجسم الخارجي لنجم البحر على مادة لاصقة بتساعد على علاج الالتهابات اللي بتصيب جسم الإنسان زي بعض أنواع الحمى أو التهاب المفاصل، وكمان بيتم استخدامها كمادة مسكنة للألم. ومن هنا نشأت فكرة بعض البحوث لاستخدام المادة اللصيقة دي في تحضير العقاقير والأدوية. وكمان اللعاب الخاص بنجم البحر ممكن الاستفادة منه عند خلطه مع مواد كيميائية أخرى لتحضير أدوية أكثر فاعلية لعلاج بعض الأمراض. أما بالنسبة لموت نجم البحر، هو زي باقي الكائنات المائية اللي مش بتقدر تتنفس خارج المية. بيتعرض نجم البحر للاختناق لما بيتعرض للهواء خارج الماء لمدة تزيد عن من 3 ل5 دقايق. أثناء الوقت ده بيقوم نجم البحر بحبس أنفاسه لأنه مش بيقدر يتنفس إلا تحت المية، ولما ما بيرجعش للمية تاني بيتخنق لعدم دخول الأكسجين وبيتسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى إن جسم نجم البحر ضعيف، ولما بيمسكوه البشر على الشاطئ ده بيؤدي إلى موته. بيتهاجم نجم البحر من بعض أنواع الأسماك والسلاحف البحرية اللي بسببهم بيتعرض للموت. في نهاية الكلام عن نجم البحر لازم نوضح زي ما نجم البحر ليه فوائد وهو عايش، كمان ليه فوائد بعد ما بيموت. في ناس كتير من محبين البحر بيجمعوا نجوم البحر لاستخدامها في ديكور المنزل أو في المشاريع الحرفية، وبيكون ليها طريقة تجفيف بشكل معين وبخطوات معينة علشان يكون عندك شكل ديكوري مجفف من نجمة البحر. بس كده، دي كانت رحلة سريعة عن نجم البحر. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وأي حد عنده أي فكرة أو مقترح أو موضوع جديد يسيبهولي في التعليقات. دمتم بكل خير.